يا اخي ده انت كداب كدب الابل، مثل اتقال زمان ومحدش يعرف قصته ايه بالظبط. يا ترى الابل عملت ايه عشان نشبه بيها الكدابين؟ قال لك يا سيدي زمان قوي قبل التقدم العلمي والتكنولوجي، ايام ما كانت الناس بتسافر بالجمال، كانوا قبائل البدو وهم راكبين ومسافرين كانوا بيلاحظوا حاجه غريبه جدا. كانوا بيلاحظوا ان الجمال بتحرك بقها وبتمضغ حاجه، فبيفتكروا انهم بياكلوا زرع ولا حاجه، ومعنى ان في زرع يبقى المكان ده فيه ميه، وعلى طول يوقفوا القافله ويشوفوا الزرع فين، وبعد كده ما يلاقوش حاجه. طب فين الزرع؟ مفيش زرع. انت بتاكل ايه يا ابني؟ برضه مفيش اي حاجه. فكان الموضوع عامل لهم قلق، وكل شويه يضحك عليهم ويطلع الجمل كذاب ومفيش زرع ولا اي حاجه، وعشان كده طلعت سمعه على الابل انهم كدابين. يجي بقى للتفسير العلمي، هو الجمل كان بياكل ايه بالظبط؟ بص يا سيدي، الجمل ربنا خلق له معده متقسمه ل3 غرف، يبلع الاكل سليم ويخزنه في معدته لما يجوع، واول ما يلاقيش اكل متاح يطلع المخزون اللي في معدته ويمضغه ويبلعه ويشبع. يعني من الاخر بيتحمل مسؤوليه نفسه وبيعرف يتصرف.